إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله رب العرش العظيم ونقرأ إلى الله تعالى سائلين الله عز وجل في منتصف ما تبقى من شهر رمضان المبارك، ونحن إن شاء الله مقبلون على أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد في العبادة، شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. فلنقتدي أيها الأحبة الكرام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحياء ليالي العشر الأخير من شهر رمضان المبارك. الحياء خلق من أخلاق القرآن الكريم، والحياء والاستحياء بمعنى واحد. حياء كما جاء في القاموس يعني الحشمة، يعني الحشمة. والحياء تغير وانتصار، يعترف الإنسان بالخوف ما يعاب به ويجب. الحياء ده ظاهرة، حال بيحدث الإنسان بيعتريه، بينتابه. هو عبارة عن حالة من الانتصار، حالة من التغير، خاصة حين يخاف الإنسان من شيء يعاتب عليه أو يعاتب به أو يلزم إذا وقع. والحياء كما يقولون هو انقباض النفس عن القبيح وتركه. ولذلك قيل ان الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا منه من مواقعة القبيح. يعني خلاصة الكلام ان فلان يقول لك فلان حي عنده حياء، بيخاف ان هو يعمل حاجة حد يعاتب عليه او يعاد بسببه. فحالة بتعتبر الانسان بتخليه دايما يعني متوازن، بيهاب الامور. يعني قبل ما يعمل اي حاجة او كلمة يطلعها من لسانه بيراجع نفسه علشان ما يعادش. وواحد ما يجي يقول له ليه كده، ما كناش متوقعين منه كده، فلا عتاب ولا عيب ولا حرج، بيقبض نفسه، بيملك دماغ نفسه. وضد الحياء خلاص الوقع، ما عندوش حياء فاسمه الوقع. ومن ذلك الحديث القائل الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. كان اللي عنده بذاء، عنده وقاح، عنده يعني اسلوبه غير لائق، تصرفاته غير مقبوله بالك. لكن اللي عنده حياء نابع من الايمان بالله، نابع من خوف من الله سبحانه وتعالى، نابع من ادراك ان ربنا رقيب، ان ربنا مطلع، ان ربنا
يراه وربنا يسمع، فبيتعبد إلى الله بهذه الصفات، بيعمل لها مليون صفات. لكن الإنسان البذيء الإنسان الواحد لا تورع، لا يهدها ولا يشرف ولا جيد ولا يسمع أي حاجة. والبذاء هو المفاحشة. لذلك في إن الحياة يقابله الفحش كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شان، وما كان الحياء في شيء إلا زاد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الشيء الوحش، الشيء البذيء، الشيء اللي هو غير مقبول، لما بيتوجد في مكان او بيتوجد في شخص بيجابد منه ويشيله بنظرته. لكن لما الانسان يعرف بالحياة يرتاح، بيدينه خلي شكله حلو بالناس. صلى الله على رسول الله. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول لنا ايه؟ لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا. سيدة عائشة بتقول لو يعني لو تصورت كده ان الحياة ده راجل متمثل في شخص، يبقى راجل ايه؟ صالح. يبقى راجل صالح. وبالعكس الحياة خلق من مكارم الأخلاق. يقول لك الحياء ده بيدل على طهارة النفس، بيدل على حياة الضمير، ضميره حي ميت، عنده يقظة الوازع الدين. أي حاجة يعملها أو هيتصرف فيه يحكم الايه؟ يحكم الدين. يشوف الحاجة دي توافق الشرع ولا ما توافقش الشرع. بيحكم الايه؟ عنده يقظة الوازع الدين. ربنا على رسول الله عنده مراقبة لله عز وجل. يبقى الحياة كما نقول خلق من مكارم الأخلاق، بيدل على طهارة النفس، بيدل على حياة الضمير، بيدل على يقظة الوازع الدين، بيدل على مراقبة الله عز وجل. ممكن يختلط الحياة عن كثير من الناس ويعتقد ان الحياة هو جزء، هو جزء الانسان يعبر عن الحياة يقول لك ده جزء هو تعريف ليه كده، مع ان هناك فرق شاسع بين الحياة وبين ايه؟ وبين الجزء. الحياة تورع عن عمل او قول لا يليق بالكريم. انت ما عملتش جنيه او ما قلتش جنيه، يقول لك لا ما ينفعش، اخلاقه وديني ما ينفعوش. يبقى الحياة تورع، الحياة تورع لانه نابع عن الدين وعن عقيدة وعن خوف وعن مراقبة. وقال الجبن تقاعد عن واجب، يلزم ان ينهض الانسان اليه ويقول لي ده اسمه جبن. اما يبقى الامر بيحكم عليك ان انت تعمل الشيء ده، ان انت تقول كلمة الحج، ان انت تشهد شهادة الحج وانت ترجع لورا، يبقى حياة ولا يبقى جبن؟ هذا الفرق بين ده وده. تقاعس عن واجب، تقاعس عن ايه؟ عن واجب يلزم ان ينهض الانسان اليه ويقوم به. الحياة يا اخوانا ليس ضعف، ليس ايه؟ ليس ضعف او نقص، لكن اللي يعيد في هذا المجال الاسراف في صفة الحياة حتى يبعد صاحب الحياة عن الاستخدام عن الشيء حسن الناس خوف من ايه؟ من الذنب. بعد ما صلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحياة خلق من اخلاق القرآن الكريم. الحياة خلق من ايه؟ من اخلاق القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى
الكلمة في 3 مواضع. في سورة البقرة ربنا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في سورة الأحزاب ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث في سورة القصص فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت له. طب نصدع حتة المفسرون تعرضوا لمعنى الحياة أو الاستحياء في هذه الآية. طيب أما ربنا يقول في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال لك لا يدع ولا يخرج ولا يمتنع لأن الإنسان إذا استحيا من شيء تركه وامتنع عنه. قال لك إن المعنى هو أن الشيء الذي يستحي منه يكون قبيحا في نفسه ويكون لفاعله عيب في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن ضرب الأمثال ليس بقبيح ولا بعيب حتى يستحي منه. أما ربنا سبحانه ضرب مثل في القرآن الكريم مش معنى كده اللي هو بيعيب الشيء اللي هو ضرب فيه المثل ده. وما لا يستحوذيه بيان وفهم بيجرب لنا المفاهيم بضرب الآيات بضرب الأمثال وبناخد من المثل ده عبرة وعبرة. الآية الوحيدة اللي فيها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إنها جاءت يعني تخبره وقد سطرت وجهها بثوبها أو بيدها أو جاءت ماشية على يعني على بعد مائلة عبر الرجال أو جاءته وهي على إجلال له وإكبار. يعني ممكن نحمل معنى الاستحياء هنا إنها جاءت في صورة أو في مشهد يوحي بالاحترام والتقدير والإجلال لصاحب الفضل ورد الجميل. لأن سيدنا موسى عمل لعمر عمل لعمر واجب لا يبقى تتميز كده وتتبايع لا زي في وقار أدب وبتقدر الشخص اللي قدم اللي قدم المصلحة في إجلال ووقار واحترام بالك. طيب طبيعة الناس أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني خاصة الفقراء يعني في ظروف الحياة كانوا بيروحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الأوقات. ولما كانوا يعني الرسول يجيب لهم كرم الضيافة مش ياكلوا ويمشي تاني يوم. وممكن الرسول يكون له غرض في قضاء مصلحة من مصالح البيت مثلا يبقى المفروض اللي خد الواجب بتاعه يمشي ولا يفضل قاعد فإن ذلك كان يؤذي النبي. ربنا قال لهم كده إن ذلك كان فيستحي منكم أخرج منكم الفضل. فراح تشوف واحد تعبان مثلا قعدت معاه 5 دقايق هو شغل صلوا بنا على رسول الله فأنا داخل الواجب أو المهمة اللي أنا رايح عشانه خلاص يبقى السلام عليكم وعليكم السلام. إنسان مريض وبيتألم من قاعدة فلان ده بس يبقى يكفي أنا إن أنا اطمئن على المريض وخلاص. لو رايح مثلا معزوم في فرح معزوم في عقيقة مثلا أخذ الواجب واطلب لصاحب البيت اللي هو يتصرف في بيته كالجنة إنما يشاء. فربنا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الآية دي يقول لك نزلت
في شأن قوم كانوا يتحينون وقت إفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفوا الرسول هيغنى ايه الظروف بقى فقراء كبير يتحينون وقت إطعام مين؟ وقت تناول النبي صلى الله عليه وسلم للطعام. وممكن يكون الغرض منه تحصيل البركة من الرسول مش عملية لما كانوا مجموعين ولا عايزين ياكلوا منه لا ده بس ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الطعام كده او يسمى عليه لحد ذاته ايه؟ بركة. يعني ممكن يكونوا بيتحينوا ان هم يشوفوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي في مطعمي في مشربي في ملبسي في اقوالي في افعالي ماشي. لكن القرآن حملها على المعنى تعليم منه. تعليم ايه؟ لان الصحابي ما كانش فيه كان رايح عشان ياكل ولا كان لا يعني لازم يكون في ادب الحوار مع مين؟ مع صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخلون بيتا ويقبلون منتظرين إبراز الطعام ثم يأكل بعضهم يحدث بعضا مقيلين الجلود. خلاص كانوا غدوا عشوا كل اثنين يقولوا يتكلموا مع بعض كل ثلاثة يقولوا مع بعض طب وبعدين ليه يتكلموا ليه؟ وكان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بتضييق الدار عليه. وكان يعمل عنده سفرة وصالون ولا كان عنده أوضة جلوس ولا ما عنده ده عالم ده مجتمع يعني فقير يعني عايشين في عاملين الزوج بتاعتهم يعني ناقصينها كده في الجبال. كان عندهم لسه بقى التقدم والتحضر بتاع اليومين دول فطبعا المكان جيد ده ضيق عليه وعلى اهله ماشي. وكمان وقت النبي مش ملكه صح ولا غلط والقاعد بقى عندنا مضيافه دي ويتكلم معاه وهيجيب لي شيشه وهيجيب لي شاي وده بيشرب ينسون والثاني بيشرب لا النبي عنده ده رسول امه ده شيء اكبر مهمه في الكون فعايز يتفرغ لايه؟ لمصالح الدين ومصالح الدوله. ما هوش راجل فاضي مش قاعد مش فاتحها بتاع أريكة وكل عايز يقول لك وكمان في الليل ويتجمع وطول يا بنت ملحق وكان كده بنت شاي ومش عارف ايه يا اخي مالهاش لازمه الراجل ابو الفرع في النادي. عامة في الوقت اللي عاش فيه ان الناس مش فاضيه والرجاله ما خلوهمش يشربوا جوزه وهيبطلوا سجاير ان شاء الله باذن الله عز وجل. وربنا يمكن يجعلها تفكر عليها كلنا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. كان الوضع ده كان بيؤذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يستحي من دعوته الى الخروج عشان يقول لنا صلى الله عليه وسلم ولا جاي شويه ولا عشان يشوف اللي ورايا كان بيستحي الرسول يقول لهم كده. ولكن الله تعالى لا يترك التنبيه على ذلك لانه الحق. نزل القران الكريم والرسول دور عليه القيامه هيخاف القران ولا يظهره للناس لازم الناس تسمع القران وتعرف ايه اللي نزل ده تعليم للامه رايح تدي مصلحه بالناس فانت الواجب بتاعك السلام عليكم ورحمه الله. ما تقولش ولا تحكي مثلا لما كنا في العراق ومش عارف حصل يا عم خلص يا عم عنده عيل تعبان عنده بنت بتذاكر عنده ظروفه ما تسمحش خلص انت جاي تسال بسؤال شربت كوبايه الشاي السلام عليكم ورحمه الله. يعني الجماعه اللي كانوا بيقول لك تتعشى خفيف ولا كده كانوا ناس برضه كان عندهم مفهوميه بقى يبقى نتقابلوا مع بعض فين بره نتقابلوا فين نحكي بعض زي ما احنا عاوزين لما نروحوا غدا بنقول نقول زي ما احنا عايزين. لكن البيت ليه حكمه بقى والنهارده البيوت يعني اللي فاهم كفيه زي ما بيقول بعد ما صلوا على سيدنا النبي الاستعراض السريع اللي هو في ايات الحياه في القران الكريم نفهم منه ان الحياه يا اخواننا جاء مره منسوبه من الله لما ربنا قال ان الله لا يستحي ان يقول مثلا هذه الحياه هنا نسب الى الله ومره نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومره نسب الى احدى الفتيات الطاهرات العفيفات في قول الله تعالى وفجاءات احداهما تمشي على استحياء. الى جوار الايات دهيت ذكرت ماده الحياه صراحه جاءت ايات ترمز الى الحياه وتشير نحوه بس ما جابتش كلمه حياه بس في ايات القران الكريم قريبه من المعنى قريبا من ايه؟ يعني القرآن الكريم يستخدم مصطلحات او مفردات او كلمات في اللغة العربية هي مش كلمة حياة لكن الكلمة دي بتعظم مفهوم الايه؟ الحياة. اما بس ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا انه عليم بذات الصدور نفهم منها ايه؟
ان الانسان يكون عنده تواضع لله، يخلي باله من الحاجه اللي جواه كده حلال دي، عنده تواضع او عنده كفر وعنده يقظ الضمير، حتى الهاجس حتى الكلام اللي جواه مين اللي مطلع عليه؟ يبقى خلي بالك كده. اما ربنا يقول في القران الكريم انه عليم بذات الصدور، ويقول لنا في ايه ثانيه الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويجي في ايه ثانيه يقول الم يعلم بان الله يرى، ويجي يقول لنا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وايه كمان يقول ان الله كان عليكم رقيبا، ويقول وما تكون في شأن وما تكون منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ويقول وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه كلها بتدل على معنى الحياة، بتوصلنا كلنا علشان نعرف الحياة في إدراك الإنسان إن ربنا عليم، وإدراك الإنسان إن ربنا بصير، وإدراك الإنسان إن ربنا سميع، وإن كل دي حاجات بتخليك يبقى عندك حياة، عندك تورع، عندك يقظ الضمير، ضميرك حي وهو مش ميت، عندك إحساس بأن ربنا شايفك وطالع عليك، سمعك، عارف أحوالك كلها. ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وبعدين ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. مش كده وبس، انت يوم القيامة هتفتح الكتاب بتاعك وهتلاقي في اليوم الفلاني انت وفلان كنتوا قاعدين في حته ما حد سمعكم ولا حد يعلم بيكم والحوار ينكشف قدامك يوم القيامة. هذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى إلا أقل من اثنين أقل من ثلاثة ولا أدنى من ذلك أقل من ثلاثة وأقل من أربعة وأقل من خمسة ماشي ولا أكثر، هم أكثر من 6 و7 و8. وفي الآخر ثم ينبئهم بما عملوا في يوم القيامة. خلق الحياة وثيق الصلة. دايما لما نتكلم عن الحياة تلاقي الحياة ده مرتبط بايه؟ بيقظة الضمير. الإنسان اللي ضميره حي، اللي ضميره صاحي، دايما نقول عنه إنه عنده حياء من الله، عنده تورع، عنده خوف، عنده ايه؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. وثيق الصلة لحياة القلب وصفائه. الإنسان اللي عنده حياء قلبه صافي، قلبه نظيف، قلبه سليم. لذلك يرى ابن القيم أن الحياء من الحياة. اللهم صل وسلم وبارك على صل بيتين بس معاك. أن الحياء من ايه؟ من الحياة. حياة مش نور. يعني الميت اللي ما عندوش حياة اختاره الإنسان ميت، كان معدوم. هو مفيش حاجة تخصص فيه. تقول له ابنك مات، أخوك مات، عمك مات، أبوك مات، فلان عنده مرض ايه خلي بالك وانتبه. ما فيش ميت بس كم كان الجيش الله اغفر لنا من البلد إسرافنا في أمنها ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هي لسه الجلسة في المرأة وأنا جمع فيها مصروف طيب الله وبارك على رسول الله وجعل من حياة اليوم كل حد يصرف